لما تيجي تسلقي اللحمه جربي تحطي في طاسه معلقه من السمنه، وبعدين انزلي عليها ببصلايه بيضه متقطعه جوانح. اول ما البصلايه تدبل بس هنزل عليها فلفل الوان وممكن فلفل اخضر بس، وفصين من الثوم وفلفل حامي، ملح وفلفل وقرفه وسبع بهارات، وبعدين قطعت طماطمايه هقلبهم مع بعض كده تقلبتين وبعدين هطفي. هجيب بقى الومنيوم فويل من كوبايتي، الفويل غذائي وامن للاكل ومش بيتحرق وفي مكان تقطعي منه الفويل. وهجيب كمان ورق زبده من كوبايتي برضو فيها مكان للقطع عشان تسهل عليا، وهحطها في الطاجن. هنزل بقى بالخضار في الطاجن وبعدين قطع اللحمه اللي انا سلقتها وكبشه واحده بس من الشوربه. هغطيه بقى بورق الزبده وبعدين الفويل وادخله الفرن. هدخله بس الفرن كده تلت ساعه لحد ما يندمجوا في بعض. مش عايزه اقول لكم على ريحته عامله ازاي، وتسويه اللحمه فيه خطيره. انا من الناس اللي مش بتحب تاكل اللحمه مسلوقه بس كده، فبحب احطها في الطاجن ده، والصوص ده مع شويه رز بالشعريه بيكون طعمه تحفه. واللحمه دايبه دوبان لاني كنت مسوياها كويس في الشوربه ورجعت تسوي التاني مع الخضار. باقي كميه اللحمه هخزنها في اكياس ايزي لوك من كوبايتي. بحب اسلق كميه لحمه مره واحده واحطها في الفريزر عشان تسهل عليا بعد كده اعملها في طاجن. وكمان بحب احفظ اللحمه في الشوربه بتاعتها، الكيس محكم الغلق جدا فمش هيطلع الشوربه منه، وهشيله بقى في الفريزر في اي وقت احتاجه. عايزه اقول لكم ان براند كوبايتي هو براند مصري صديق للبيئه وكمان امن غذائيا.